بتشوط الكورة وفجأة حسيت بفرقعة في ركبتك وظهر بعدها وجود ورم شديد وارتشاح. يا ترى ده سببه إيه؟ طالع سلم وبرضه بتلف بتبص على حد وراك طالع معاك، فجأة لقيت فرقعة برضه في ركبتك ووقعت لإنك ما قدرتش تستحمل تقف عليها، وفجأة لقيت تورم وارتشاح في المفصل، وده بيظهر ساعتها على طول. ده مفيش له سبب تاني غير قطع الرباط الصليبي. أهلا وسهلا بيكم في قناتكم دكتور هاني سليمان لجراحة العظام والعمود الفقري والروماتيزم. هنتكلم النهارده في الحلقة الثانية من إصابات الملاعب عن الإصابة الأشهر بعد قطع غضروف الركبة، وهي قطع الرباط الصليبي. إيه الحاجات اللي ممكن تقطع الرباط الصليبي؟ أشهرهم لعيبة الكورة، في ماتشات بتشوط الكورة وفجأة تحس بفرقعة في ركبتك، وغالبا بتبقى الركبة الثابتة مش الركبة اللي بتشوط بيها. أو إنك حد يدخل معاك تدخل عنيف شوية يخلع الركبة، وده برضه بيعمل قطع في الغضروف الداخلي وقطع في الرباط الصليبي اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، وده الأهم. طيب قطع الرباط الصليبي ده هل له علاج غير الجراحات؟ لا للأسف ملوش علاج غير الجراحة. بس هو العيان ما بيدخلش جراحة مباشرة، لأن العيان بيحصل له التهاب في المفصل، التهاب شديد جدا، التهاب وتورم وارتشاح. فالعيان ده لازم نحطه في كبيرة ونعالجه ونخفف الألم اللي عنده بالثبات في الجبيرة، ونشيل الارتشاح اللي عنده بالأدوية لحد ما الورم يقل تماما، وبعد كده نبدأ نشوف هنعمل له إيه. لو نعمل له الرنين لقينا قطع كلي يبقى ده له علاج، له طريقة، قطع جزئي له طريقة تانية. بس الاتنين هل بيتم علاجهم بالأدوية ولا بيحتاجوا تدخلات جراحية؟ لا غالبا الاتنين بيحتاجوا تدخلات جراحية. القطع الكلي لازم تدخل جراحي، لأن الرباط الصليبي ده احنا في تخصصنا بنسميه ميزان الركبة، هو ده اللي ماسك المفصل. خلل الرباط الصليبي بيخلي الركبة تفوت كتير وتتقطع في الغضاريف وتقطع في الأنسجة الرخوة اللي موجودة جوه المفصل، وبالتالي تعمل خشونة مبكرة وتسبب تآكل سريع في المفصل. كده العيان يخش في جراحة تغيير مفصل. طيب جراحة الرباط الصليبي دي جراحة بتتم بالمنظار، برضه ما بيبقاش فيها جرح كبير، دي عبارة عن تدخلات كده بالمنظار، وبنرجع الرباط، نعمل حاجة اسمها زرع للرباط الصليبي. طيب هل الزرع ده قلنا ان احنا ما بنعملوش على طول بعد القطع؟ لازم العيان يرتاح الاول والارتشاح اللي في ركبته يخف الاول وما يبقاش فيه التهاب في الركبه، علشان ما يحصلش بعد العمليه انفكشن والعيان يخش في مشاكل اكبر. طيب هل انتهى الرباط الصليبي علاجه بالعمليه؟ يعني احنا عملنا العمليه للعيان بالمنظار وخلاص بقى كويس وزرعنا الرباط الصليبي تاني، هل وقف عند كده العلاج؟ لا للاسف ده لازم يكمل فتره تانيه ممكن توصل ل6 شهور من العلاج الطبيعي والتاهيل، علشان نقوي عضلات رجليه ونقوي الرباط اللي ركب، فيبدا العيان يتحرك ويشتغل زي الاول تاني. تمام؟ جراحه ما بتخوفش، لكن لازم للاسف ان احنا لو حصل لينا لا قدر الله قطع في الغضروف الداخلي او قطع في الرباط الصليبي لازم نلجا للدكتور ونسمع كلامه. لو راى من وجهه نظره ان احنا نخش عمليات يبقى نخش عمليات، سواء قطع كلي في الرباط الصليبي او قطع جزئي. طب القطع الجزئي احنا كده الرباط موجود لكن ضعيف، يعني مش هينفع نركبه، لا احنا بنعمل له حاجه اسمها تقويه بكي كهربائي داخل المفصل، وقوه الرباط بترجع زي الاول تاني مع العلاج الطبيعي، بيبقى الرباط الطبيعي موجود، الرباط الصليبي الطبيعي موجود من غير ما نكون غيرناه، وبيرجع قوي بس مع التاهيل والعلاج الطبيعي اللي بعد العمليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.